النهارده بقى حبيت كده اقدم لكم حاجه بسيطه على القلب. يا رب تعجبكم. هعمل النهارده كده بطاطس كده بالطماطم. تعالى اوريها لكم. اللهم صل وسلم كده وبارك على سيدنا حبيبنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام. يا مساء السعاده ومساء الورد، يا مساء الفل، يا مساء الياسمين عليكم كل اللي بيتابع توته وبيعجبه قناه يوميات توته ام العيال. يجي معايا هوريله. هنا هنعمل بطاطس بالطماطم. بس عايزه اقول لكم البطاطس بالطماطم بتاعتي انا ما بعملهاش بالبصل، بعملها بالثوم. ثوم وبصل وفلفل اخضر. هنا الحله موجوده اهي قدامي، حاطه فيها الزيت، فضيت فيها الفصين الثوم مع الفلفل الاخضر زي ما انتم شايفين. تمام. اشوحها كده بس تقليبه بسيطه بحيث ان التومه تتشوح كده، تصفر بس سنه بسيطه خالص. بعدين هنزل عليها بالطماطم، عصير الطماطم اللي انا ضربته في الخلاط. بصوا التوم يعني شكله اكتر من روعه مع الفلفل الاخضر. عايزه اقول لكم هنا انا كنت ملخومه شويه. بصوا لما وقعت المعلقه مني اهو. بصوا هنا بضرب عصير الطماطم على قد طلب البطاطس، على قد مقدار البطاطس اللي انا بعملها. تمام. هنا خلصت العصير الطماطم. هسقط البطاطس. انا بحب اكلها مكعبات، انا وولادي ما بنحبش اللي هي الشرايح. طبعا كل واحد يعني على حسب ما هو حابب ياكلها ازاي. بصوا هنا حطيت بقى مقدار نص معلقه فلفل اسمر مكعب مرقه، وسن كمون صغيره. تمام. وسنه كزبره. عايزه اقول لكم بجد هي طالعه اكتر من روعه لاني انا متعوده عليها على طول. تمام. طالعه يعني طعمها اكتر من تحفه. بسم الله ما شاء الله. طبعا سبتها كده، قلبتها وسبتها مع البطاطس وقلت ايه، يلا يا فوزية بينا بعد ما سيبنا البطاطس نصحى من الفجرية وننزل يا فوزية نجيب نعمل صينية رقاق للعيال. صينية رقاق والله ما كلوها في العيد خالص. عايزة اقول لكم ان انا كنت جايباها في العيد والمفروض ان انا كنت هعملها لهم، بس حصل عندي شوية ظروف كده، يا دوب عملت لهم كمان الفتة بالعافية في العيد. ومحمد تعب فالدنيا ما كانتش احسن حاجة. بصوا هنا كان عندي شوربة من بتاعة اللحم بتاعة الفتة، كنت شايلاها غليها وشايلاها عندي في التلاجة. مسكت بقى الشوربة. اللحمة عندي طبعا كانت دسمة، بعد ما صفيت اللحمة خلاص منها، خدت الشوربة غليتها الصبح فكان فيها بواقي اللي هي بتاعة اللحمة. صفيتها في المصفى اهي وركنتها على جنب كده. انا خدت الشوربة بتاعتي بس هبتدي بقى اكمل بيها. ويلا بينا يا فوزية انتي وبدرية نكمل بقية الصينية. بقى خلاص الشوربة اهي معايا، وهنا الطبق ده معايا فيه معلقتين زبدة سيحاهم. هنا اللحمة بتاعتي معمولة معصجة وخليتها على جنب، بس هتعجبكم والله ان شاء الله تكون عند حسن. مسكت بقى الصينية كده، يا رب كده تكونوا واخدين بالكم ان الصينية اللي نختارها تكون على قد الرقاية بالظبط، ما تكونش لا اكبر ولا اصغر، بحيث ان الرقاية تبقى مقاس الصينية، فلما تتعمل وتستوي ان شاء الله يبقى ليها ايه منظر في الصينية، لا تبقى صغيرة. احنا بقى كده الصينية دهناها بالفرشة بتاعتنا وظبطناها ايه بحيث ان يبقى فيه طبقة عازل ما بين الرقاية ما بين الصينية، عشان لما بيكون بزبدة كمان على فكرة او بحتة سمنة بتبقى افضل، ما بتلزقش. بصوا بجد طالعه يعني ما اقولكوش، هتشوفوها معايا في الفيديو اكتر من روعه. تمام. اهو دهنا الصينيه كويس قوي. دي تركايه تاخدوا بالكم منها، لازم تدهنوا كمان الجناب، يعني مش ندهن الصينيه وخلاص، لا ندهن كمان الجناب. هوريكم بقى دلوقتي معايا كده الرقاقيه لازم تكون صغيره على قد الصينيه. بنسقي الوش، بعد كده بنسقيها كلها داير ما يدور بالشوربه تكون سخنه، يعني على قد ما تقدري يا فوزيه الشوربه تكون سخنه. يا فوزيه تعملي الشوربه بارده وتعملي نفسك نصح. المهم مسكتها قلبت الرقايه كده وش وظهر،
وسقيتها كويس جدا بالشوربه، بحيث لما بتكون سخنه الشوربه بتدبل معاكي الرقايه. بصوا اهي منظرها اهي. تمام، نزلتها في قلب الصينيه الحمد لله. بصوا المنظر اهي روعه، شايفين؟ تمام. بس الرقاق ده كان من النوع اللي هو بتاع الفطاطري، اللي هو الرقيق جدا، فمش مستحمل اصلا. ماشي. بصوا بدهن بين كل رق ورق برضو عشان تبقى عامله زي الفطيره، ما تبقاش ناشفه، لان طبعا احنا اكيد كلنا بنعملها، معانا اطفال مش احنا بس ككبار بناكلها. فانا عندي لوجي وتاليا بيحبوها طريه. بصوا هنا عملنا اهو كام رق. الزبده كانت هتدلق مني الحمد لله لحقتها. شايفه يا فوزيه اللحمه؟ بسم الله اللهم بارك. يعني شايفين؟ هنا انا بظبطها اهي في الصينيه. بسم الله ما شاء الله، ولا حول ولا قوه الا بالله. يا ريت حبايب توته كلكم تقلدوا الطريقه دي، هتعجبكم ان شاء الله، تكون عند حسن ظنكم. بصوا اللحمه اهي الصينيه اهي، شايفين؟ هنا انا بوزع بقى، ببتدي اوزع اللحمه في الصينيه. ده ورق اللورا. اللورا ده حياتي، يعني انا بحبه على اغلبيه الاكل بتاعي، بيدي ريحه بيدي طعم بصراحه. بصوا يعني ما فيهاش مشكله لما تحطي على اي اكله ورقه واحده بس، تدي ريحه وبتدي طعم في نفس الوقت. يعني انا كده وزعت الصينيه كلها من اللحمه. تمام. بصوا هوريكم بقى انا هعمل ايه تاني. شايفين؟ اهم حاجه يا فوزيه تحفظي الطريقه دي وتبقي معايا خطوه بخطوه. تمام. هنا بقى احنا خلاص خلصنا الصينيه، بندهن بقى وشها. شايفين الرقاقه كانها يعني متفصله على قد مقاس الصينيه بالظبط. شايفين منظرها اهو؟ لازم الوش لما يتعمل يدهن زبده. وعايزه اقول لكم يا جماعه، الزبده بيبقى طعمها في الاكل جميله، اذا كانت سمنه بلدي او زبده، بجد بتبقى تحفه اكتر من روعه. ادي بقى عند توته ام العيال وجربوها بجد هتعجبكم ان شاء الله. انا طبعا بحبها طريه، ما بحبهاش ناشفه. بصوا حطيتها هنا بقى على النار، بفضل بقى ايه كل ما حته احس ان هي استوت، طبعا بيبان من صوتها، كل ما بحس ان هي حته استوت بلف الصينيه الناحيه التانية. بصوا بفضل الفها بال بالحته اللي معايا، بالفوطه اللي معايا داير ما يدور. تمام. وابص عليها واجسها كده، اشوفها هي ايه وصلت لحد فين. بصوا انا بنزل الجوانب بتاعتها بحيث ان هي تستوي كلها، لان انا حتى الجوانب دهنها زبده. فشوفوها دلوقتي هتطلع معاكم هتبقى شكلها عامله ازاي. وعايزه اقول لكم والله انا عاملاها بربع كيلو لحمه، يعني مش حاطه نص ولا مكلفه نفسي، لا بشره بصلتين مع قرن فلفل رومي. تمام. وحاطه ربع كيلو اللحمه، فمش اللي هو يعني مقفوره قوي، لا ممكن انت على قد ايدك تمشي نفسك. بصي كل واحده بتمشي مننا على قد ظروفها يعني. تمام. مفيش مشكله يا اخواتي، يعني كل واحده بتمشي على قد ظروفها. عايزه اقول لكم ان محمد بيقرا لي تعليقات الفيديوهات كلها، محدش يتريق عليا وانا بقول ربع كيلو لحمه دي، عشان هو بيقرا كل حاجه وبيقعد يضحك. اوعوا. يلا بينا يا فوزيه كده. بصوا انا بعد يعني ما عملت الصينيه كنت خايفه الفراخ تتحرق مني، لان كانت خلاص استوت. انا كده خلصت كل حاجه اللهم لك الحمد. يعني على فكره الاكل ده كله ما خدش من ايدي نص ساعه، انت وشطارتك. واهم حاجه وانت بتعملي الاكل بتاعك يكون المطبخ بتاعك نضيف، يعني حوضك يكون رايق، مواعينك تكون مغسوله تمام ومصفياها فوق، مفيش كوبايات، مفيش معالق، مفيش شوك. يعني انت بتخلصي اكلك بتروقي حواليكي. فاهميني قصدي ايه؟ يلا بينا اوريكم بقى جمال الصينيه يا فوزيه انت وبدريه، وتعالوا قولوا لي ايه رايكم في الصينيه دي. صلوا على النبي بقى كده معايا. بسم الله اللهم بارك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. بصوا معايا كده يا مصلي على النبي. بصوا والله كنت خايفه تتزحلق مني، كنت عايزه احاول امسكها كويس، بس طبعا ايه. بصوا اللهم بارك، يعني الحمد لله جت معايا. يلا يا فوزيه بص عليا انت وست بدريه. بصوا كده وبصوا وما لزقتش والله. الصينيه نضيفه هوريها لكم. بصوا كده. بصوا والله طالعه على البوتاجاز، يعني لا حتى في ميكروويف، ما تشيليش هم، لا مش لازم لا ميكروويف ولا فرن ولا حاجه.
بصوا عامله زي التورتايه داير ما يدور، خايفه تقع مني. بصوا والله بجد روعه. شايفين عاملاها كل ده زي التورتايه زي الفطيره. يعني لا لازم فرن ولا لازم ميكروويف ولا لازم تقزميه على نفسك. عندك بوتاجاز مشي نفسك، كل واحد بيمشي نفسه يا جماعه على قد ظروفه. انا عندي الميكروويف، بس عايزه اقول لكم اني انا لما بعملها في الميكروويف بتبقى ناشفه. بصوا هنا هي بتعجبني لان بتبقى عامله زي الفطيره بقى، يعني لا طريه ولا ناشفه، محمصه كده حلوه. انما الميكروويف انا بحس ان هو بينشفها مني شويه، او الفرن بتنشفها مني شويه. انما اللهم بارك بصوا الصينيه. بصوا شايفه يا فوزيه، ما تتريقش عليا انت والست بدريه. شايفه ايه رايكم في الحته دي؟ جامده والله العظيم يا اخواتي، بجد روعه. انا عايزه كل اللي بيتفرج على الفيديو يكملوا معايا للاخر عشان في مفاجاه بس في الاخر كده هوريها لكم. بصوا كده، بصوا حتى الرز حتى عليه ورقه لورا كبيره كده وانا بقلبها، بس هي طلعت فوق وش الحله. بصوا منظر وش الحله كان تحفه ازاي، بجد روعه. وعايزه اقول لكم بقى ريحته معمول بالزبده روعه. بصوا كده يا اخواتي، كل اللي بيتفرج على الفيديو بتاع توته يدعي لها دعوه حلوه من قلبه ولكم بالمثل ان شاء الله. بصوا ده اكل توته ام العيال. بصوا ده الفطير اللي هي الرقاقه طالعه عامله زي الفطيره بجد. شايفين المنظر، شايفين الجمال، شايفين الحلاوه. دي البطاطس اللي انا عملتها والفراخ. بقى في هنا بقى مفاجاه عايزه اوريها لكم، بس ما حدش يتريق ولا يضحك على توته. طبق الكراكيب بتاع تيتا الله يرحمها. شايفين؟ بصي يا فوزيه ده طبق الكراكيب بتاعي. شايفين؟ اكيد في ستات مننا كتير قوي بتموت في الكراكيب دي، يعني عارفين والله في فراخ في الحله في كل حاجه اللهم لك الحمد. بس انا ما استغناش عنها. انا لو رحت المحل بجد وطلبتها من الراجل وقال لي ما فيش انا بزعل، انا بشتريها منه كمان بفلوس. يعني لو عايزه كميه مش عايزه بتوع الفراخ بتوعي بيبقى هو منضفهم لي بصراحه وخليهم والدنيا جميله جدا، وانا بشتريهم منه بالفلوس. بصوا الرقاق بقى مقرمش ازاي يا جماعه. شايفين؟ اللهم صل وسلم وبارك. حبايب توته يا ريت كل اللي بيشوف الفيديو يحط لها اللايك الجميل من قلبه ويشير الفيديو ويشير القناه. وما تنسوش اختكم في التعليقات بقى كده بدعوه حلوه من قلبكم. ربنا يسعد قلوبكم ويكبر بخاطركم يا رب، ويحفظكم من كل شر انتوا واولادكم جميعا يا رب في حفظ الله ورعايته.